تمرين الصلاة العكسية. صلي وكأنك ترى الله. احنا بنجهز لأي حاجة مهمة في حياتنا، بنخطط لها ونرتب لها، بنلبس أحسن حاجة عندنا. حتى لو رايحين نقابل حد مهم بنكون في أحسن حالتنا. طيب ليه لما بنقف قدام مالك الملك رب السماوات والأرض اللي عارف عننا كل حاجة، عنده العلم بكل شيء في حياتنا، بنصلي وكأنها مهمة وخلاص؟ في تمرين النهاردة إن شاء الله هنصلي وإحنا مستشعرين لقاء الله، وإنت لامس الخشوع، وإنت شايف ربنا قدامك. مش بتصلي علشان تخلص الفرض وخلاص، لا. تعالوا النهاردة نأدي التمرين بقلوبنا ونستمتع بإذن الله بحلقتنا النهاردة. فتعالوا في البداية نسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي المصطفى العدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاوز تستشعر بلقاء الله؟ عاوز تشوفه بقلبك وتصلي بخشوع؟ طيب، قبل الأذان بدقيقتين تجهز روحك قبل ما تجهز جسمك. طب ده معناه ان انا هكون منزل برنامج الاذان بقى على تليفوني وابقى مركز ويديني تنبيه قبل الاذان. طب ليه؟ علشان انا بحضر نفسي. هتقولوا لي احنا كل يوم بنقف قدام ربنا وبنصلي الخمس صلوات و... ويا سلام بقى لو كنا بنقيم الليل برضو، فالموضوع مش هيكون يعني بشغف قوي، عادي يعني عادي. انا بتكلم معاكم بصراحة، ده الكلام اللي انا سمعته من كتير. تعالوا النهاردة في تمريننا بإذن الله نلمس معنى الخشوع ونستشعر لقاء الله بقلوبنا. طب هعمل إيه؟ على فكرة، أول ما بتحط النية وبتاخدي خطواتك وبتاخد خطواتك ربنا بيعينك. أصل هو شايف إن أنت عاوز القرب ده، تحضر نفسك. عارف أنت بتهيئ المكان، بتيجي عند الصلاة، لا ده الوقت اللي أنا برتاح فيه. أرحنا بها يا بلال. أيوة، تخيل انت الخمس دقايق دول اللي بتصلي فيهم الظهر وزيهم العصر وزيهم المغرب وزيهم العشاء، وسلام لو كانوا 10 دقايق، لحسب بقى. انت بترمي هموم الدنيا كلها. كلنا عندنا مشاكل، كلنا، محدش فينا خالي، يعني محدش فينا عايش كده مرتاح. ده حتى اللي معاه الفلوس والبنون برضه عنده مشاكل. فالخمس دقايق دول هنستشعر فيهم لقاء الله لما نبدأ نجهز نفسنا، فربنا يعينك بقى. تعالوا نمشي خطوة خطوة. فأنا قبل الأذان بدقيقتين بجهز روحي، فقبل الأذان بدقيقتين أوقف كل حاجة، أخد نفس عميق وأحس إني داخل على لقاء مع ربنا سبحانه وتعالى. سيب كل الأفكار اللي دوشة دماغك، ركز بس في حاجة واحدة، إن أنا على وشك للقاء خالقي. أنا هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. حس الموضوع ده بقلبك، أنا رايح لربنا، أنا مش رايح أأدي واجب وخلاص، لا لا. وافتكر دايما إن الشيطان عايز يقطع الاتصال ده بينك وبين ربنا. مش عاوزك تصلي، عاوزك تنشغل بأي حاجة تانية، ويوريك إن الشيء ده أهم وأفضل عندك. فتقول لا، أنا ربك رب قلوب، ما تتكلموش بقى في النقطة دي وتقعدوا تقولوا لنا صلي صلي، أنا ربنا اللي هيحاسبني. لا إله إلا الله. على فكرة، اللي يضيع صلاته يبقى خلاص فقد اتصاله بالله سبحانه وتعالى. تخيل انت حاطط السماعة وعمال تقول ألو ألو، بتكلم والدتك ولا بتكلم أخوك ولا صاحبك، ولا لله المثل الأعظم. طول ما انت حاطط السماعة مفيش اتصال. صلاتك بقى هي السماعة بتاعتك. ربنا سبحانه وتعالى شايف القلوب يا جماعة، شايف قلبك، شايف قلبك. مش احنا مكشوفين لربنا. فلو انا قعدت امثل واقول انا، هو مطلع على قلبي، شايف قلبي، حابب اللقاء ولا بيأديه أداة حركية وخلاص علشان يعني يشيل بقى الصلاة من عليه. يعني عندي فرض اهو، فأنا عشان صليت الفرض خلاص ما حدش يسألني بقى. طب انت عشت، انا بسألكوا دلوقتي، انت عشت وانت بتصلي صلاة الظهر؟ عشت وانت بتصلي صلاة العصر؟ ولا ساعات وساعات؟
ساعات تحس كده ان انت يعني في لقاء ممتع مع ربنا سبحانه وتعالى وتبكي وتتذلل لله وتستشعر معنى اللقاء، وساعات لأ. طيب لو بتقطع وتشوف نفسك مش ماشي على وتيرة واحدة، اطلب من ربنا انه يثبتك. اللهم ثبت قلبي على دينك يا رب، ثبتني على الحق، ثبتني على اللي يرضيك يا رب، انا محتاج لك، انا من غيرك اضيع. المعاني دي مهمة قوي 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 ان انت تسمعها بقلبك، اسمعيها بقلبك. اي حد بيسمعني دلوقتي اسمعني بقلبك. انا مش طالعة اقول كلام وخلاص، لا، انا طالعة اقول لك ان انت في لقاء يومي مع ربنا فاستفيد منه. تخيل انت في لقاء الملك، في لقاء الخالق. انت اول ما بتفرش السجادة وتقول الله اكبر، خلاص ربنا قدامك. اطلب، ادعي، شيل من على قلبك، خفف كده احمالك. انا بقولها وهفضل اقولها، ابن ادم هيفضل في مشاكل لحد يوم الدين. انت هتفضل تغلط وتتحرك وتقع، فانت محتاج اللي يسندك ويعينك. فربنا يعني اجمل معين في الدنيا. والصديق الصدوق انت لو اخدته على المعنى ده ان هو الاساس ده، في ناس ما بتجريش على ربنا او على الصلاة الا في الشدة، لما يكون في مشكلة فيقول لك انا هصلي. برضو ربك رحيم. تخيل لما تبقى ما بتصليش ومفيش ود بينك وبين حبيبك، واول ما تفرش السجادة يفرح بلقائك. فهو الكريم. تعالى كده استشعر معايا واستشعري بقلبك معايا تكبيرة الإحرام، الباب اللي بيتفتح لك على عالم تاني. لما ترفعي ايدك وتقولي الله أكبر، اقفي لحظة بس واستشعري معناها بجد. أكبر من ايه؟ من مخاوفك، أكبر من مشاكلك، أكبر من هموم الدنيا كلها. لما بتقولي الله أكبر حس إنك بتسيبي الدنيا ورا ظهرك، وإنك وقفتي عند باب الرحمة المفتوح ليكي انتي. أيوة، انتي اللي واقفة بتصلي دلوقتي، صح؟ بقى معقول يكون اللقاء مع ربنا باب مفتوح ليكي وانتي تديله ظهرك؟ او تصلي كده بسرعة 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 عشان وراكي مسلسل عايزة تتابعيه، او هتدخلي المطبخ يا ستي، او مش عارف، ده في ناس بتجري بسرعة في الصلاة علشان تلحق تخلص جزء في القرآن. لحظة، لا، اعملي كل حاجة وانتي بتستمتعي بيها، كل حاجة. على فكرة لما تظبطي الدنيا دي في الركن ده، يعني وانا بصلي وانا بقرأ قرآني وانا بسبح، مش لسان بيردد، لا، ده قلب حاضر. هتبص تلاقي اي حاجة انت بتعمليها تانية هتأديها بنفس الجمال ده، وانت بتطبخي وانت بتعاملي ولادك وانت بتتعايشي في حياتك وانت بتعملي اي حاجة هتطبقي ده. خلاص القلب خد على الشكل ده من الجمال، فمش هيغير، مش هيبقى هنا بوش وهناك بوش مع اي حد تاني يعني، لا، هيفضل على شكل واحد، على شكل جميل. هتطلعي النسخة الجميلة منك فتفضل ثابتة. فدايما وانتي بتصلي استشعري الكلام اللي انا بقوله ده. طيب تعالوا كلنا واحنا بنقرأ فاتحة الكتاب نسمع ربنا وهو بيرد علينا. ما هو تمرين النهاردة بيشتغل على قلبك، انت هتسمع وهتشوف. فاتحة الكتاب مش مجرد آيات، ده حوار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. جرب كده ان انت تقرأها ببطء واستوعب كل كلمة انت بتقولها. إياك نعبد وإياك نستعين. حس إنك فعلا بتطلب من ربنا إنه يعينك. اطلب من ربنا إنه، بس وإنت بتقرأ بالراحة، ما تجريش ما تجريش، إنت فعلا محتاج له. ولما توصل للمعنى ده تبص تلاقي نفسك لامس معنى إنك مش لوحدك، ليك رب كريم. مفيش خوف هيدخل قلبك، مفيش توتر. بس لو طبقت التمرين صح هتبص تلاقي نفسك مش قلقان. انت في لقاء بعد 5 دقايق هتقف قدام ربنا وتصلي وتناجيه وتطلب منه يحميك. تخيل انه يحميك من نفسك.
مش بس من الناس بره ولا، لا، يهيأ لك الأسباب اللي تسعدك وتريحك، تشوف الشيء اللي قدامك شر فيطلع بعد كده إنه خير. ياما حاجات كتير شفت إنها صعبة قوي، واكتشف بعدها إنها خير كبير. ترتيب إلهي جميل. أنا من رؤيتي المحدودة شفتها بشكل، وبعد كده قلت سبحانك يا رب، سبحانك يا مالك الملك. فربك جميل. انت لو مش بتستشعر بقى معنى اللقاء ده، فدرب قلبك، اطلب من ربنا. علشان ما حدش يقول لي طب هعمل ايه، اطلب من ربنا. قول له يا رب عني، يا رب. اصل في صلاتك وانت ساجد انت قريب من ربنا جدا جدا جدا، فدعوتك مستجابة بإذن واحد أحد. معقول؟ وبرضه درب نفسك إن روحك هي اللي تتكلم وانت ساجد. السجود مش مجرد حركة، لا، دي لحظة انت فيها أقرب مما تكون لله. اسجد ببطء، خد وقتك، قول يا رب، طلع اللي جواك كله لحبيبك، وكأنك طفل بيحكي كل حاجة لأحن حد عليه، ربنا سبحانه وتعالى. استشعر الأرض اللي بتاخد همومك والسماء اللي بتسمعك. فدرب روحك إنها تتكلم قبل لسانك، بمعنى إنك تبقى قاعد كده حتى لو مش في الصلاة يعني، روحي هي اللي بتتكلم، تطلب من ربنا تنجيه. لما تدرب نفسك على كده وتدربي نفسك على كده، هتبص تلاقي نومك عبادة. يعني ايه؟ قلبك شغال ذكر. وكمان واحنا داخلين ننام نريح جسمنا شوية، انا باخدها بمعنى يا رب انا برتاح شوية علشان اقدر على العبادة، واقدر اساعد ولادي، اشوف طلبات جوزي، شغلي، حياتي. فكل حاجة لما تأديها بعبادة لله هتستمتع. لو عشت كل حاجة انت بتعملها لله هتلاقيها عبادة. فخلي روحك تتكلم. تعالوا ندرب نفسنا على ان روحنا هي اللي تتكلم قبل لساننا. الله، لما توصل للمعنى ده هتفرح قوي، لانك هتلاقي دموعك دي مش محتاجة بقى تسمع موسيقى هادية عشان تبكي، ولا حد يقول لك كلمتين فيحركوا. لا، قلبك حاضر على طول، صاحي ما بينامش. تخيل انت تنام وهو صاحي. وبعد السلام اسمع صدى اللقاء، ما تجريش، اقعد شوية. بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اقعد لحظة، حس انك كنت في لقاء حقيقي. ده اللقاء الحقيقي اللي في حياتنا. احنا ممكن نروح نقعد مع ناس وتكون مهمة وما يكونش لقاء حقيقي. انا لابسة قناع واللي قدامي لابس قناع، لكن انا قدام ربنا مفيش الكلام ده. هو شايف قلبك، انت مكشوف عليه. فجرب تسأل نفسك، هل أنا حسيت إن أنا كنت مع ربنا من لحظات؟ إيه الفرق بين الصلاة دي اللي أنا لامس فيها المعاني دي، والصلاة التانية اللي أنا كنت بصليها علشان أخلص، يعني أشيل الفرض من عليا وخلاص. قلبك حب أنهي واحدة فيهم؟ استشعرت بأنهي واحدة فيهم؟ قلبك ارتاح لإيه؟ حسيت بقوة، حسيت براحة، حسيت إنك خفيف وإنت قايم من على سجادة الصلاة، حسيت إن إنت قوي قايم مش خايف ولا قلقان، مع إن ممكن يكون في حاجات قدامك تقيلة. لا، خافش. اللي عنده رب ما يخافش. أنا بستغرب على الإنسان الملحد اللي يقول أعوذ بالله، كلام غريب. يعني ده أنت لو بصيت لعظمة الكون والنظام اللي ربنا خلقه بيه، على طول مفيش كلام. يعني في حد قبل كده كلمني وقال لي ازاي اقنع ملحد؟ قلت له خليه يبص لنظام الكون، مفيش حاجة بتيجي صدفة، مفيش حاجة بتيجي صدفة. يبص للنظام وللدقة وللجمال وللإبداع، هيستشعر لقاء الله. وبعدين كلنا مخلوقين على الفطرة، أرواحنا اتجمعت وشاهدت إن ربنا هو الخالق. ألست بربكم؟ لما تبدأ تتعامل مع الصلاة كأنها لقاء
مش مجرد فرد بيعدي، هتلاقي حاجة غريبة بتحصل كده جواك، وكأنك كنت عايش بنص روح، رجعت لك الحياة تاني. جرب كده وشوف بنفسك، وانت اللي هتقول أيوة. على فكرة مش هتحب ان انت تصلي وقلبك في حتة تانية. ما هو لما انت هتستشعر المعاني اللي انا قلتها النهاردة وتطبق التمرين الجميل ده بقلبك، هتلاقي قلبك معاك. طب وقبل كده لا، ده كان في حتة تانية، كان في انفصال كده بين الروح والجسد والقلب في حتة تانية. فامسك في تمرين النهاردة واسمع الكلام اللي حنان بتقوله ده على انه سبب. ربنا حط الكلام قدامك سبب، لانه هتسمعوا مني النهارده وتسمعوا من مشايخنا الكرام بكره، وهتسمعوا من هنا وتسمعوا من هنا، بس انت سمعته دلوقتي، انت سمعتيه دلوقتي. طبقي، طبق. واحنا في شهر كريم، القرب منه في الشهر ده تغيير مسار، تغيير مسار. خلي رمضان نقطة البداية ليك. اسمع كلامي، هتبقى عاوز رمضان التاني يجي بفارغ الصبر. ليه؟ لأن ربنا مش هيرد دعوة انت تدعيها، فقبل ما يجي عليك رمضان التاني هيحقق لك اللي انت بتتمناه. والله هو وعدنا بكده. فما تضيعش جمال اللقاء وتجري ورا الدنيا وتبقى حزين على حاجات تافهة وتقول مش عارفة ايه لا، خليك مع الباقي وابعد عن الفاني. وقبل ما اختم، قولولي هتصلوها ازاي بعد ما جربت تصلي وكأنك مستشعر لقاء الله، مش روتين وخلاص. أكيد لمست الفرق. حتى وانت بتسمعني دلوقتي، حتى وانت بتسمعيني، أكيد حسيتي بغيرة من جواكي. ليه سين من الناس أو صاد يبقى أقرب ويستمتع باللقاء ويتحقق له الأمنيات وأنا لأ؟ الصلاة مش مجرد 5 دقايق بيعدوا في يومي، لأ، دي لحظة أنا بشحن فيها روحي وبهدي فيها قلبي. تخيل كده إنك أنت تبقى ماشي من غير شحن. طب إزاي؟ شحن الإنسان هو قربه والاتصال بالله سبحانه وتعالى. طب القرب والاتصال، آه الصلاة. أصل في ناس هتقول لي طب ما أنا ذكر الله مش سايب لساني، ده أنا بعمل خير كتير، أصل بس الصلاة أنا ساعات، بس أنت عندك مشكلة. الصلاة عماد الدين، ده احنا بنعلمها للأطفال، نقول أركان الإسلام إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فما حدش يجي يقول لي أصلا مش يعني أنا ربنا اللي يحاسبني. فالموضوع ده لا، مش مهم. الناس ممكن تقول لك يا ده بيصلي، ده رايح جاي على المسجد، وهو بينه وبين ربنا زي ما بين السماء والأرض. فخليك زي ما ربنا عاوزك، خليك قريب، خليك حبيب الرحمن. بقى في حد مش عايز يكون حبيب الرحمن؟ لا، ما اعتقدش. والسؤال دلوقتي اللي عاوزة اجابته في الكومنتات وهعرف منه انك سمعتني للنهاية، هتصليها بنفس الطريقة ولا هتعيشها بجد؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اشكركم والى اللقاء.